شيخنا الله يجزاك الجنة. الكثير الآن منتشر عند كثير من الناس ويا كثر ما نسمعها مسألة متكررة نبي له علاج وتوضيح من فضيلتكم الله يجزاك الجنة، اللي هو الوسواس. ما في أحد اليوم إلا يعاني من الوسواس. هل في علاج يا شيخ؟ ممكن يعني خطوات يتبعونها الآن ويعملوا فيه لعل الله جل وعلا يشفيهم من الوسواس؟ جزاك الله خير، والله كلامك صحيح. أنا يا كثر اللي يجوا يسألوني عن الوسواس شيء خيالي، يعني يوميا بالعشرات. فسبب الوسواس الحقيقي الوسواس ما يجي إلا الإنسان في ضعف. الله المستعان. فالعلاج الأساسي بعد التوكل على الله واللجوء إلى الله جل وعلا والدعاء أن يقوي الإنسان نفسه. لازم تقوي شخصيتك. أهم شيء لا تلتفت للوسواس. أنا عندي دائما أقول عليكم باللاءات الثلاث. اللي عنده وسوسة لا يكرر، لا يعيد، لا يلتفت للوسواس. يا سلام. خل معك هذه اللاءات الثلاث وتفلح إن شاء الله. ترى إذا استطعت أنك تقاوم الوسواس لمدة 3 أيام لمدة أسبوع نجوت بإذن الله عز وجل. لا تلتفت للوسواس بمعنى أنه كل ما جاك الوسواس لا تبالي به. قال لك ما توضيت إن لم توضي، ما غسلت يدك إن لم غسل يدي، ما كملت غسل يدك إن لم كمل. لا تلتفت للوساوس. 2، لا تعيد شيء، لا تعيد صلاتك، لا تعيد طهارتك، لا تكرر زيادة عن التكرار الشرعي، يعني غسل يدين 3 مرات لا تزيد أكثر من هذا. بإذن الله تنجو من الوسواس. اعلم أن الموسوس في الحقيقة مريض يعتبر، هو نوع من المرض، قد يكون عنده زيادة أو متوسط أو نقص. المريض الشارع يخفف عنه، فليس على المريض حرج كما قال الله عز وجل، بمعنى أنه إذا كان عندك وسوسة فأنت قد خفف عنك في الوضوء، خفف عنك في النجاسات، خفف عنك في الصلاة، خفف عنك في الطلاق. حتى قال بعض العلماء لو طلق طلاق لا يقبل إلا عند القاضي الله. من شدة المبالغة أن الموسوس مسكين يقول طلقته وما طلق. ولذلك اعلم أن أعظم أسباب الوسوسة هي عدوك الشيطان. هذا العدو الله عز وجل يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأنت لا تبالي به ولا بوساوس، تجاوزها. فإذا جاءك في الوضوء قل وضوئي صحيح ولا تبالي، جاءك في الصلاة قل صلاتي صحيحة لا تبالي. اختلفت عليك أعداد الصلاة امشي على أول عدد يأتيك. جاء في بالك إنها 3 خلاص خلها 3، جاء في بالك إنها 4 خلها 4. ولا تسجد للسهو. والعلماء يقولون الذي عنده وسوسة ما يسجد للسهو، لأن الوسوسة دائمة مستمرة. وهكذا بالنسبة للنجاسات. لو أنا قلت كثير من الإخوان لما يسألون قلت لو رأيت البول يمشي على قدميك ولا على فخذيك أو رأيته في ملابسك فلا تبالي، أنت مرفوع عنك الحرج. الحرج مرفوع عنك، صل. لأنه حقيقة الأمر أنه ما عندك لا بول ولا غائط ولا الغالب ما عندك شيء، لكن الشيطان يصور لك أن عندك هذا البلاء، عندك هذه المشكلة. يعني الشخص يجلس في الحمام ساعة، أحيانا 1.5 ساعة يتوضأ و1.5 ساعة يغتسل. لماذا؟ الوضوء ترى ما يحتاج يأخذ منك 1.5 دقيقة، 3 دقائق إذا كان الغسل 5 دقائق وانتهى. الغسل تمر الماء على جسمك، ما هو لازم تدقق يمين يسار، خاصة اللي عنده الوسوسة. ولذلك أنا أنصح حتى المشايخ وطلاب العلم والدعاة لا تشددوا على أصحاب الوساوس، لأنه جميع الفقهاء يعذرونهم في مسائل كثيرة جدا، في كل أبواب العلم هم يعذرون. خلاصة الكلام استعن بالله، قوي نفسك، قوي إيمانك، لا تلتفت إلى الوسوسة، لا تكرر شيء، لا تعد شيئا، وتسلم بإذن الله جل وعلا. شيخ في أذكار، في آيات، في شيء يقرأها يعني ممكن تعينه؟ والله شوف، الأذكار ما في إلا أن الدعاء. ممكن يقرأ المعوذات الثلاث اللي يقول والله أحد والفلق والناس تنفعه بإذن الله جل وعلا. يقرأ آية الكرسي، لأن أصل الوسوسة من الشيطان. الذي يستفحل عليه الوسوسة وتشتد عليه أنا أنصحه أنه يرقي الرقية الشرعية. وأنا قد سألت بعض الرقاة الفضلاء
ومنهم أخي الدكتور إبراهيم الودعان، وهو راقي قديم ودكتوراه في الفقه، ويعني من فضلاء طلاب العلم ولا نزكي على الله أحدا، قال لي نعم كثير من الوساوس من أسبابها التلبس الشيطاني. قد يكون عنده تلبس شيطاني وما يشعر فيسبب له الوساوس، فالوساوس الشديدة جدا قد تكون من تلبس الشياطين، فيذهب إلى الراقي الشرعي ويتوكل على الله جل وعلا ويستعين الله جل وعلا، فعل الله عز وجل يجعل له فرجا. جزاك الله خير. سؤال أخير، اللي تساهل في الوسواس وهو بدايته ممكن يتعاظم معه؟ والله صحيح جدا، وأبشركم ترى القوي بإذن الله إذا استعان الله ثم استفاد من المشايخ، والله لا أحصي كثرة اللي تواصلوا معي ونقول لهم مثل هذا العلاج، العزيمة، عدم الالتفات، بل بعضهم نقول له ترى خذ هذه الفتوى وما جاك ففي ذمتي. الله يجزاك خير. في ذمتي، يعني أنا متأكد ما أقوله شرعا. كثير منهم بحمد الله استفادوا من هذا الكلام وكلموني وراسلوني يقول انتهى ما عاد عندنا شيء من الوسوسة. الحمد لله. لكن لابد من القوة. باختصار اجعل الوسوسة الشيطانية كأن طفل قاعد يزن عليك يقولك افعل سو بزر صغير عمره 2 ولا 3 تقبل كلامه؟ لا. ما حد يقبل كلامه، العاقل ما يقبل كلامه. تراك ما صليت، تراك ما وضيت، يقول تراك ما وضيت. بل بعضهم مساكين أصبح يصور نفسه بالفيديو، بعضهم لازم تقعد أمه تسنتر عنده ولا أخته ولا زوجته ولا أختها ولا أخوه، أتعبوا أنفسهم وأتعبوا أهليهم. بل بعض الأمهات تكلمني تقول بنتي يعني أحيانا تخلع جميع الملابس وتخرج من الحمام لأنها تقول أصبح كل ملابسي نجسة وما في نجاسة، بس الشيطان يلبس عليها. فلذلك يجب الحذر من وساوس الشياطين وعدم اتباع هذه الوساوس. بالنسبة للي عنده وسوسة ليس عليه أي شيء في النجاسات مطلقا، لا يبالي بها ولو رآها بعينه، نقول صلوا ما عليك شيء. لو فرض أنك ما مسحت راسك ما غسلت رجليك زين، صل على وضع حالك، قال تعالى وضعك وعلى حالك، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والذي نتيقن منه وهو 99% أنه قد غسل كل شيء ونظف ما في شيء. بعضهم يظن أن الحمام كله نجس، يا أخي حمامات اليوم كلها طاهرة ما فيها نجاسة، الناس تنظف وتدعك فيها ليل ونهار، ما فيها المياه الحمد لله متوفرة ما فيها نجاسات. النجاسة فقط في أسفل المرحاض فقط لا غير، وين اللي يروح يوديك لأسفل المرحاض؟ فالشاهد أنه ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه، وإن شاء الله إذا توكل على الله واستعان بالله جل وعلا وفعل مثل هذه التوصيات يزول عن هذا الوسواس. وقد كلمني كثير جدا من الإخوة وراسلني كثير من الأخوات إنه بحمد الله زال عنهم الوسواس بمثل هذه الأشياء أو العلاجات التي ذكرناها بحمد الله جل وعلا. الله يجزاك الجنة شيخ. الله يحفظك. الشيخ عبد الرحمن الودعان جزاك الله خير، ما قصرت. الشيخ يعني له 40 سنة أو أكثر من 40 سنة في طلب العلم وفي يعني الجلوس مع الشباب وتوجيههم. فأنا أقول يا إخوان هذه خلاصة، الشيخ قدم لكم خلاصة. انتبه مثلا تقول كلام الشيخ ما يحس فيني وأنا هذه من مداخل إبليس. الشيخ أعطاك تجربة يمكن بالعشرات اللي جلسوا مع الشيخ، واللي سمع الكلام استفاد، اللي ما سمع راح يدور على الدوام ويمكن يشيب وهو ما استفاد. فالله يشفي. هو الحقيقة في نقطة مهمة يا أبو مشعل، الشيطان الذي يتعبك في الوسوس يريد أن يصل إلى ماذا؟ يصدك عن طاعة الله، يصدك عن سبيل الله. يا سلام. لا أحصي أيضا كثرة اللي يكلموني يقولون تركنا الصلاة بسبب الوسواس. يا الله. يقول ما عاد أقدر، ما عاد أستطيع أصلي بسبب الوسوسة الدائمة. ونعم هم يتعبون. وبعضهم يقول هل يجوز لي أن أترك الصلاة؟ ما نقدر نقول لك اترك الصلاة، نقول لك اترك التعقيد، صل ولو على نجاسة يجوز، خلاص اعتقد عليك نجاسة صل بغير طهارة ما في مشكلة، بس لا تترك الصلاة. ولذلك احذروا، هو يريد أن يصل إلى تركك لطاعة الله، صلاتك فيوسوس لك في الطهارة وفي الصلاة، يريد أن يهدم بيتك فيوسوس لك في الطلاق، ويوسوس لك في بعضهم يوسوس لك في عقد النكاح نفسه، يقعد يقول عقد النكاح اللي قبل 10 سنين ترى فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يريد أن يهدم عليك بيتك، يوسوس لك حتى يشككك في زوجتك أحيانا، ترى عيالك ما هو بعيالك، دوامة والله ما تنتهي إذا سلمت نفسك.
ترى الشيطان عدوك، الخلاصة يعني الشيطان عدوك، لا تسلم رقبتك لعدوك، هذا الخلاصة. والله أعلم. بيض الله وجهك، جزاكم الله خير. الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين يا رب، آمين، جزاكم الله خير.